كل قصة وراها لحظة، وكل لحظة بتكتب تاريخ جديد. في الفيديو ده هتعيشوا معايا أجواء قصة خيالية. اشترك واعمل لايك فلنبدأ القصة. قصتنا النهاردة بتتكلم عن القرية اللي اختفت ومحدش عارف هي راحت فين. كان في قرية صغيرة اسمها وادي السراء، موجودة وسط الجبال وبعيدة عن أي حد. الناس اللي فيها كانوا عايشين حياة بسيطة وهادية، مزارعين ورعاة، وما كانوش بيحبوا الاختلاط بالعالم بره. القصة بتبدأ لما واحد غريب زار القرية وحذر أهلها من حاجة غريبة وقال لهم ما تقعدوش هنا بعد الليلة دي، المكان مش آمن. الناس طبعا ضحكت عليه وقالوا إنه مجنون، لكن بعد يومين بس حصلت الكارثة. قبل الليلة المشؤومة بدأت تحصل حاجات غريبة في القرية. أصوات غريبة بالليل كأن حد بيتمشى حوالين القرية، ولما كانوا يفتحوا الباب يشوفوا مين ما كانش في حد. ضباب تقيل غطى القرية. الضباب ده استمر في القرية 3 أيام، وما كانش حد عارف حتى يشوف اللي قدامه. اختفاء الحيوانات. في يوم واحد كل الحيوانات اللي في القرية اختفت، وما كانش لها جثث أو أي أثر. الناس طبعا بدأوا يخافوا، لكن قالوا يمكن مجرد صدفة، لحد ما وصلت الليلة اللي محدش نساها. في الليلة دي الدنيا كانت هادية أكتر من اللازم، ما كانش فيه صوت حتى للهواء. فجأة سمعوا صوت ضرب طبول جاي من الغابة القريبة. الناس طلعوا يشوفوا ايه اللي بيحصل، لكن مفيش أي حاجة واضحة. وفجأة كل حاجة اتغيرت. النور قطع، والبيوت بدأت أبوابها تتفتح وتتقفل لوحدها. أصوات صراخ طلعت من الغابة وكأن في حد بيتعذب. الأرض بدأت تهتز وكأنها بتتحرك تحت أرجلهم. في نص الفوضى دي الناس جريوا على بيوتهم، لكن تاني يوم الصبح ما كانش في حد في القرية، كأنهم تبخروا. بعد يومين وصل البوليس وبدأوا يدوروا في القرية. لقوا حاجات مرعبة، طعام متساب على السفرة كأن الناس اختفوا وهم قاعدين ياكلوا، رموز غريبة مرسومة بالدم على الجدران، نفق تحت الكنيسة. كانوا بيقولوا إن في حاجة مخفية تحت الأرض. لما نزلوا النفق لقوا غرفة مظلمة مليانة بالشموع منطفية ورسومات غريبة على الحيطان. بس الأغرب كان موجود حجر منحوت عليه رمز شيطاني. الوحيد اللي لقيوه عايش كان راجل عجوز اسمه سليم. سليم كان قاعد في الغابة ومش بيتكلم مع حد. لما سألوه عن اللي حصل قال كانوا هنا، شفتهم، مش بشر، كانوا حاجة تانية. بعد أيام قليلة من الكلام ده سليم اختفى هو كمان، وفضلت قريته فاضية لحد النهاردة. محدش عارف اللي حصل في وادي السراء. هل كانت لعنة أو طقوس شيطانية أو حاجة تانية محدش يقدر يفسرها؟ الغريب إن كل اللي حاولوا يدخلوا القرية بعد كده إما تعبوا أو ماتوا في ظروف غريبة. في ناس بتقول إنهم بيشوفوا ضلال ماشية حوالين البيت بالليل، وناس تانية بتحلف إنهم سمعوا أصوات ناس بتبكي جاية من تحت الأرض. القصة دي لسه لغز، لكن السؤال هو لو كنت موجود في القرية دي وقتها كنت هتعمل ايه؟ شارك رأيك في الكومنتات وقول لنا هل تعتقد ان اللي حصل حقيقي ولا خرافي؟